عسل المانوكا معروف ان هو من اندر واجود واغلى انواع العسل في العالم، وده بيخليه فيه اشتغالة كبيرة جدا. السلام عليكم، ازيكم؟ وحلقة جديدة من سلسلة اشتغالة ولا مش اشتغالة. احنا هنتكلم عن منتج الا وهو عسل المانوكا. عسل المانوكا معروف ان هو من اندر واجود واغلى انواع العسل في العالم، وده بيخليه فيه اشتغالة كبيرة جدا. وفي الفيديو ده في نقطتين انا عايز اوضحهم. اولا ان هو عسل نادر ومطلوب جدا، وكمان قيمته العلاجيه عاليه جدا جدا جدا، لدرجه ان هو من الاعسال المعتمده عالميا ان الدكاتره توصفه للمرضى بتاعتهم. ثانيا بقى، ودي النقطه اللي فيها التلاعب واللي فيها اشتغاله كبيره جدا، انك اصلا هل فعلا اشتريت عسل مانوكا ولا لا. الاحصائيات بتقول ان نيوزيلندا سنويا بتنتج متوسط 2000 طن عسل نيوزيلندي او عسل المانوكا الاصلي، في حين بقى ان عسل المانوكا حول العالم تم رصد كميات منه تجاوزت ال 10000 طن سنويا. ده معناه ببساطه ان كل 10 برطمانات فيهم برطمانين بس اصليين والباقيين كلهم مضروبين. فخد بالك قبل ما تشتري عسل المانوكا لازم تبقى عارف انت بتجيبه منين، ولازم تشتريه من مصدر موثوق جدا جدا جدا. بالمناسبه احنا ما بنبيعش عسل مانوكا، بس دي معلومه مهمه، وحاسب لا تكون اشتغاله.